شوف هديه من صباحيه ربنا، فاتحه الايباد وبتوريني صور صاحباتها كلهم على الفيسبوك، مصممه تجوزني واحده. تتجوز؟ يلا خلي اللي مهبلين يزيدوا واحد. يا انت لسه صغير هذا وشباب، افرح بشبابك شوي، تلقي بنفسك الى تهلك ليه. اهو لوحده. لا بس الصراحه يا جوني، صراحه يعني زمان ضحكوا علينا وقالوا لنا ان الجواز شر لابد منه. طلع ده الكلام ده كله كذب. طلع الجواز شر لكن مش لابد منه ولا حاجه. نايس وان مان. طب والخلفة والعيال والعزوة؟ إن كان يعني حزقاق قوي عاوز تشوف واد اكفوا اليتيم. أقول لك على حاجة، خد العترة وخد معاه كمان جوني الجونيور، ولا بلاش خلي واحدة معاك وواحدة معايا، يبقى معاك نسخة ومعايا نسخة. طب بس اقول لك على حاجه، يعني بغض النظر عن الهزار، في حته كده هي اللي بتخليني افكر ساعات في الجواز. بقول لنفسي لما الواحد يكبر في السن ووشه يكرمش ويبقى شبه كلينت ايسوود، في الفتره دي هتبقى سو لونلي، هتحتاج حد يبقى جنبك، يعني تهزر معاه، تقلش عليه ويستحملك. طب أنا راضي ذمتك تبقى لونلي وسنجل كده وفريش، ها، وحر نفسك وطليق، ولا تبقى ملونليش بس معاك حد كاتم على النفس اللي جابك؟ مين احسن يا راجل؟ ده المؤبد ده بيخلص والجواز ما بيخلص. يعني هو ده رأيك في الجواز يا كبير؟ لا طبعا يا بنت بهزر، هو عايز تصدق الكلام ده؟ الجواز اسخن 100 مره. بس ما اقدرش افسر لك عشان هديه قاعده يعني. طب ادين قايمة ها عشان تتكلم براحتك. ايه يا كبير؟ انت مصطبح ولا ايه؟ ليه خربطت في الكلام شوي ولا ايه؟ بصراحه شويه was funny، بس يعني هي خدتها على نفسيتها اكيد. يا راجل بس شوف، بعيدا عن الهزار والكلام الفاضي ده، انا عايز اقول لك على حكمه. خابر ايه احلى حاجه في الجواز؟ ايه بقى؟ الطلاق.